الأول كده لازم تعرف إن الحرية المالية مش رفاهية ولا هي حلم بعيد المنال، وكمان مش حكر برضه على الأغنياء بس، لأن ده حق من حقوقك كإنسان وهدف تقدر توصل له مهما كان دخلك أو مهما كانت الظروف. بس علشان توصل للحرية المالية دي بقى لازم تفهم كويس إن الطريق مش سهل لكنه برضه مش مستحيل. الحرية المالية دي يا صاحبي مش معناها إن أنت تبقى مليونير، لكن معناها إن أنت تعيش من غير ما تبقى خايف من بكرة، معناها إن أنت تعيش من غير ما تشتغل شغل أنت ما بتحبوش، وده بس علشان تدفع قسط أو إيجار. الحرية دي يا صاحبي معناها ان انت تعيش من غير ما تستلف علشان تكمل الشهر. الحرية المالية يا صاحبي هي انك تبقى حر من جوه قبل بره، حر من التوتر ومن الديون ومن القلق ومن التبعية. يعني من الاخر تمسك زمام حياتك بنفسك وما تستناش حد ينقذك ولا تستنى مرتب اخر الشهر يحدد مصيرك. وعلشان توصل للكلام ده بقى يا صاحبي فانت محتاج 3 حاجات مهمة جدا: علم تطبقه، ونية صافية، وخطوات تمشي عليها واحدة واحدة. فشد الكرسي بقى كده يا صاحبي وخد نفس، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمرة تسيب لي تعليق تقول لي رايك ايه في الحلقة دي وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واوعى تنسى يا صاحبي اهم حاجة تفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة اول باول. دلوقتي بقى يلا نخش على الخطوات السبعة. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي افهم أنت فين دلوقتي. بص يا صاحبي، قبل ما تبدأ أي طريق لازم تسأل نفسك سؤال بسيط: أنا واقف فين؟ لأنك بكل بساطة ما ينفعش تسعى للحرية المالية وأنت مش عارف وضعك الحالي عامل إزاي، لأنك ببساطة كده بتتحرك في الضلمة، وده أخطر حاجة ممكن تعملها في حياتك المالية. علشان كده بقى يا صاحبي أول خطوة عملية هي إنك تقعد مع نفسك قعدة صدق وتكتب كل حاجة لها علاقة بفلوسك. دخلك الشهر كام، وبتصرف قد ايه، وبتصرفه في ايه، وعندك ديون ولا لا، وهل في التزامات ثابتة زي الإيجار والأقساط، وهل في مصروفات مدارس ولا لا، وهل عندك أي نوع من أنواع الادخار ولا مفيش. كل المعلومات دي يا صاحبي لازم تبقى قدامك بالأرقام، يعني ما تسيبهاش في دماغك كده سايبة، لازم تكتبها، لأنك لما بتشوف الحقيقة مكتوبة قدام عينيك هتبدأ تفهم انت محتاج تعمل ايه بالظبط. اللي انا حكيتهولك ده يا صاحبي كله اسمه تحليل مالي شخصي، وده اللي بيساعدك تحدد نقاط القوة والضعف في حياتك المالية، وكمان تشوف الفلوس بتيجي منين وبتروح فين، وبتعرف تبدأ تتحكم فيها ازاي. وهنا بقى يا صاحبي لازم تعرف ان انت مسؤول، وربنا سبحانه وتعالى ادالك عقل وارادة علشان تبقى واعي بحالك، ومش من الحكمة خالص ان انت تسيب نفسك تايه ومش عارف انت فين ولا رايح على ايه. وعلى فكرة كونك تبدأ تعترف بوضعك الحقيقي فده مش ضعف، لان دي يا صاحبي هي الشجاعة بعينها، ودي أول خطوة حقيقية في طريق الحرية. الخطوة التانية بقى يا صاحبي هي قلل مصاريفك واعرف أولوياتك. بص يا صاحبي، انت بعد ما بصيت على وضعك المالي الحقيقي في الخطوة الأولى، دلوقتي بقى جه وقت المواجهة التانية. انت بتصرف فلوسك في ايه؟ وايه الضروري من ده؟ وايه اللي ممكن تستغنى عنه؟ ناس كتير قوي اول ما تسمع قلل مصاريفك تحس انها هتعيش في حرمان، مع ان الموضوع مش كده خالص. الموضوع مش انك تمنع نفسك من كل حاجة، لكن انك تفرق بين الحاجة اللي انت محتاجها بجد وما بين الحاجة اللي نفسك بتروح لها. يعني مثلا هو انت لازم تشرب قهوة كل يوم من كافيه غالي؟ هو انت لازم تجيب موبايل جديد وانت لسه مغيره من سنة؟ هو انت يا صاحبي لازم كل خروجة تبقى في مطعم شكل؟ الأسئلة دي يا صاحبي كلها بتكشف لك إن في فلوس كتير بتخرج من جيبك على حاجات ملهاش لازمة، وده على فكرة أول حاجة لازم تبدأ تعملها، وهي يا صاحبي إن أنت تكتب مصاريفك لمدة شهرين وتراجعها. وصدقني يا صاحبي هتتفاجئ قد إيه في مصاريف كتير قوي ملهاش لازمة وبتضيع عليك فرص كتير جدا. الموضوع ده يا صاحبي اسمه التحكم في الإنفاق، وبيعتبر من أهم عادات الأشخاص الناجحين ماليا، لأن كل جنيه بتوفره هو جنيه ممكن تستخدمه بعد كده في استثمار أو في ادخار. وهنا بقى لازم تاخد بالك من أن ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس ميالة للإسراف، وطلب مننا نكون مسؤولين عن تصرفاتنا، واللي طبعا بتبدأ من الإنفاق. أما الخطوة الثالثة بقى يا صاحبي فهي حوش حتى لو قليل. للأسف يا صاحبي في ناس كتير بتستنى لحد ما يبقى معاها مبلغ مالي كبير علشان تبدأ تحوش، وده طبعا تفكير خاطئ تماما، لأن الصح منه هو إنك تبدأ تحوش من دلوقتي بأي رقم بقى حتى لو كان صغير جدا. يعني مثلا لو بتكسب 1000 جنيه فحوش نسبة بسيطة منه حتى لو 10 جنيه بس. وهنا يا صاحبي لازم تعرف إن المهم مش المبلغ، المهم هنا يا صاحبي هي العادة. وعلى فكرة في ناس كتير قوي شايفة إن الادخار
الادخار صعب، وتقعد تقولك اصل المصاريف كتير والدخل قليل. بس الحقيقة بقى ان دايما في حاجات ممكن تستغنى عنها وتحط مكانها جنيه واحد بس كل يوم. عاوزك هنا يا صاحبي تبدأ بفكرة بسيطة جدا، وهي ادفع لنفسك أولا. يعني قبل ما تدفع لأي حد أو تشتري أي حاجة، خد جزء صغير من الفلوس دي واديه لنفسك، حطه في ظرف كده أو في تطبيق بنكي أو في خزنة. المهم يا صاحبي إن أنت تبدأ. وهنا بقى لازم تاخد بالك من إن عادة الادخار دي بتساعد على الاستقرار النفسي وبتأهلك لأي طارئ يحصل فجأة. واللي انا بقوله لك ده يا صاحبي اسمه الاحتياطي المالي، وده اول درجة في سلم الامان المالي. الخطوة الرابعة بقى يا صاحبي هي زود دخلك باي طريقة. اول حاجة هنا لازم تحطها في دماغك هي ان الفلوس اللي بتجيلك دلوقتي مش لازم تفضل هي طول العمر. ساعات كتير قوي ناس بتكون شاطرة في التوفير وبتحوش، بس دخلها بيبقى محدود جدا، فبتفضل بقى واقفة في نفس المكان وما بتتحركش. وهنا بقى يا صاحبي بيجي السؤال المهم، ازاي ازود دخلي؟ الموضوع يا صاحبي ببساطة له أكتر من طريقة. وعلى فكرة مش لازم تكون مليونير علشان تبدأ، لأنك ممكن تشتغل شغل إضافي بعد وقت شغلك الأساسي، أو حتى تتعلم مهارة جديدة مطلوبة في السوق زي التصميم أو الترجمة أو الكتابة أو التسويق، أو حتى تشتغل والله من البيت فريلانس، أو تبدأ مشروع صغير بمبلغ بسيط جدا، أو تستغل حاجة أنت شاطر فيها وتقدم من خلالها خدمة. وعلى فكرة يا صاحبي الإنترنت دلوقتي بقى مفتح الدنيا كلها على بعض، ومفيش حجة بقى لأي حد، لأن أي حد عنده موبايل أو إنترنت يقدر يبدأ يتعلم ويشتغل ويكسب حتى وهو قاعد في بيته. زيادة مصادر الدخل دي يا صاحبي بتسمى تنويع الدخل، وده طبعا بتقلل المخاطر وبتخلي وضعك المالي أقوى. يعني انت لما يبقى عندك اكتر من مصدر دخل، فاي ازمة بقى بتحصل مش بتأثر عليك زي الناس اللي دخلهم جاي من مصدر واحد بس. وهنا بقى يا صاحبي لازم تاخد بالك من ان السعي في الرزق عبادة، لان كل خطوة بتسعى بيها علشان تعيش بكرامة وتحسن وضعك ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها لك، وربنا كمان ما بيضيعش تعب حد بيجتهد بنية صافية. الخطوة الخامسة بقى يا صاحبي هي استثمر بذكاء. انت دلوقتي بدأت تحوش وزودت دخلك، حلو جدا. هتعمل ايه بقى؟ هتسيب فلوسك نايمة كده ولا ناوي تشغلها؟ لازم تعرف يا صاحبي ان الاستثمار هو انك تستخدم الفلوس اللي معاك علشان تجيب لك فلوس من غير ما تشتغل بيها كل يوم. يعني الفلوس تشتغل مكانك، وده اللي فعلا بيقربك من الحرية المالية. بس هنا بقى لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، وهي ان مفيش حاجة اسمها استثمار مضمون 100%، لكن في استثمار ذكي ومبني على فهم وخطة. وعلى فكرة مش شرط تبدأ بملايين، لأن المهم هنا زي ما قلنا من شوية إن أنت تبدأ وتاخد أول خطوة. تبدأ بمبالغ صغيرة جدا في مجالات زي شهادات استثمار أو ودائع بنكية أو شراء الذهب وبيعه في وقت ارتفاع السعر، أو تبدأ حتى بمشروع صغير مع شريك بتثق فيه. وعلى فكرة كمان في أدوات استثمارية بسيطة زي صناديق الاستثمار المشتركة. المهم يا صاحبي إن أنت ما تسيبش الفلوس في الدرج أو تحت البلاطة زي ما بيقولوا، ولا حتى في البنك من غير أي عائد كويس. اتعلم واسأل وخلي بالك من المخاطر، بس أهم حاجة ما تخافش تبدأ. الخطوة السادسة بقى يا صاحبي هي خلي عندك خطة طويلة المدى. لازم تعرف يا صاحبي كده ان الفلوس من غير خطة زي المركب من غير شراع. يعني انت ممكن تبقى بتشتغل وبتحوش وبتستثمر عادي جدا، بس بقى لو ما عندكش رؤية واضحة للسنين اللي جاية فهتفضل تلف وتلف ومش هتوصل لأي حاجة. وهنا بقى لازم تاخد بالك من ان الخطة المالية مش رفاهية، دي ضرورة قصوى. وعلى فكرة هي سهلة جدا، يعني انت مثلا مش لازم تبقى خبير اقتصادي علشان تعملها، لان كل اللي عليك ان انت تبدأ وتسأل نفسك عاوز توصل لايه كمان 5 سنين؟ عاوز تبقى مديون ولا خلصت كل التزاماتك؟ عاوز يبقى عندك مبلغ ثابت في البنك ولا ناوي تفتح مشروع؟ هتشتري بيت ولا هتعمل ايه بالظبط؟ كل هدف من دول يا صاحبي محتاج رقم واضح ومدة زمنية وخطة واقعية توصلك ليه. يعني مثلا انا عايز اوفر 50,000 جنيه خلال 2 سنين، وده طبعا علشان ابدأ مشروع. ده كده يا صاحبي هدف واضح وتقدر تبني عليه خطوات شهر بشهر. لازم تاخد بالك يا صاحبي من ان التخطيط المالي بيعتمد على الهدف الذكي، يعني الهدف ده لازم يكون محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وواقعي ولوقت زمني، وده طبعا بيساعدك تركز وتراقب تقدمك. وخلي بالك يا صاحبي من ان الخطة مش معصومة من التغيير، لان من الطبيعي جدا ان الظروف تتغير في اي وقت، لكن وجود الخطة في حد ذاته هو اللي بيخليك ماشي في اتجاه ومش تايه. الخطوة السابعة بقى يا صاحبي هي حرر نفسك من الخوف. لازم تعرف ان الخوف هو العدو رقم 1 لأي حد عاوز يتغير او يتقدم لقدام، سواء بقى الخوف من الفشل او الخوف من قلة الفلوس او الخوف من كلام الناس او الخوف من بكرة. والحقيقة بقى يا صاحبي ان الخوف ده لو سيطرت عليه فهتتحرك بكل سهولة،
ولو سيطر عليك بقى فهتفضل واقف في مكانك ومش هتتحرك. كل الناس الناجحة مرت بلحظة قالت فيها أنا خايف بس هكمل، وده لأن الفرق بين الناجح والفاشل مش إن الناجح ما عندوش خوف، وده لأن الاتنين خايفين عادي جدا، بس الناجح بقى بيتحرك رغم الخوف والفاشل بيقف ويتفرج. يعني احنا مثلا ساعات بنخاف نستثمر علشان ممكن نخسر، وبنخاف نبدأ شغل جديد علشان ممكن ما ينجحش، وبنخاف نقول لأ للناس علشان ممكن يزعلوا. بس الحقيقة بقى ان كل خطوة تجاه الحرية محتاجة شجاعة نفسية قبل اي حاجة تانية. وعلى فكرة علم النفس هنا بيقول ان الخوف الطبيعي بيحمينا، ولكن بقى لما بيزيد عن حده بيشيل قراراتنا. واحب بقى اقول لك يا صاحبي ان العلاج هنا في التعرض التدريجي، يعني انت من الاخر يا صاحبي تبدا صغير وتكمل رغم القلق. الخلاصه هنا يا صاحبي هي انك لازم تسعى، ولازم كمان تعرف ان التوفيق مش بايدك، لكنه مش بيجي الا للناس اللي بتتحرك. وعلى فكرة ساعات كتير قوي لازم تغمض عينك وتاخد الخطوة حتى لو مش شايف الطريق كله قدامك، لأن إيمانك بنفسك وبربنا سبحانه وتعالى هو المركب اللي هتوصلك لهدفك إن شاء الله. وهنا بقى يا صاحبي حابب أقولك إن الحرية المالية مش سحر، ومش بتتحقق في أسبوع ولا حتى في شهر، هي طريق طويل وفي مطبات، لكن في آخره بقى هتوصل للي نفسك فيه. أما أنت بقى يا صاحبي لو لسه هنا فما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمرة تكتب لي في التعليقات رأيك ايه في الحلقة دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم بخير.